فتحت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة بن أحمد مدعومة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات مساء 21 أبريل الجار بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية اكتشاف بقايا أطراف بشرية داخل دورات المياه الملحقة بالمسجد الأعظم وسط المدينة. وكانت عناصر الشرطة القضائية مدعومة بفرق الشرطة العلمية والتقنية قد باشرت زوال اليوم ذاته إجراءات المعاينة الميدانية بعد العثور على عظام وأطراف بشرية ملفوفة داخل أكياس بلاستيكية بالمكان المذكور. كما تم في الوقت نفسه حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء داخل محيط المسجد. وأفادت مصادر أمنية أن الأبحاث الأولية تشير إلى الاشتباه في شخص تظهر عليه علامات اضطراب نفسي وسلوك دفاعي غير طبيعي، حيث تم توقيفه في مسرح الجريمة قبل لحظات من اكتشاف الجثة، وكان يرتدي ملابس داخلية تحمل آثار دماء. وفي سياق متصل أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمقر سكن المشتبه فيه عن حجز منقولات وممتلكات شخصية مشكوك في مصدرها. يجري التحقق حاليا من ظروف حيازتها ومدى ارتباطها المحتمل بالضحية. وقد تم إخضاع الأجزاء البشرية المكتشفة للتحاليل الجينية الضرورية بهدف تحديد هوية الضحية، فيما يتم تحليل عينات الحمض النووي المستخلصة من مسرح الجريمة وملابس المشتبه فيه، وذلك في إطار التحقيق الجاري لتحديد ظروف وملابسات هذه الجريمة المروعة وكشف خلفياتها ودوافعها.